على جانب فردة الكاوتش هتلاقي مكتوب تريد وير او معدل التآكل، وده بيبقى مكتوب بارقام. يعني ايه معدل التآكل او التريد وير؟ الفيديو ده مهم جدا لكل العاملين في مجال الكاوتش ولكل عشاق السيارات عشان تفهم معدل التآكل هو الرقم الحقيقي اللي بتقيس بيه قد ايه فردة الكاوتش هتعيش معاك. اولا الارقام اللي بتبقى مكتوبة تقريبا 300 400 500، كل رقم ده معناه ايه؟ القياس اللي بيقيسوا بيه معدل التآكل هو رقم مرجعي اتعمل في امريكا، حددوه ب 100. قال لك فردة كاوتش اختبرناها مشيت مسافة محددة اتاكل منها قد كده بالملي من الطبقات بتاعتها، فقال لك ده رقم 100. اي مصنع بيجي يصنع بعد كده بيختبر العجله على نفس المسافه وعلى نفس الظروف وبيحدد قد ايه اتاكل من فرده الكاوتش من طبقه النقشه بتاعته. فبالتالي في شركات طورت في الصناعه لغايه لما الرقم اللي اتعمل كرقم مرجعي في امريكا وصل ل6 اضعاف و7 اضعاف. فبالتالي لو لقيت ان الرقم اللي مكتوب على الجنب 400 فده معدل تآكل محترم جدا. فخلي بالك برضو مش معنى زياده الرقم وان الفرده بتتاكل ببطء ده انسب حاجه ليك، برضو ليها تأثير تاني بتأثر معاك في راحتك في العربية، لان انت عشان تاخد معدل تآكل اقل وفردة تعيش معاك عمر اطول ده تأثير مباشر على راحتك في العربية، وان فردة الكاوتش هيكون صوتها اعلى شوية. كل ما بيزيد الرقم النقشة صوتها بيعلى معاك، لان هو عشان يزود عمر الكاوتش معاك بيضطر يغير في الخلطة بتاعت الكاوتش نفسها، بيخليها صلبة اكتر، بيزود الصلب داخل فردة الكاوتش، فبالتالي الراحه بتاعتك برضو بتقل شويه مع المدى الاطول في الكيلومترات. فالرقم الوسطي مهم جدا جدا ما بين راحتك على الطريق وعمر الكاوتش. هنيجي للسؤال الاهم، طب هل الرقم اللي مكتوب على جنب الفرده دوت لو مكتوب 500 معدل تآكل هل هو رقم حقيقي 100%؟ والله الاجابه هتصدم ناس كتيره جدا، لان فعلا الرقم مش عند كل المصانع ثابت. يعني في مصانع تحت بير السلم، انا بسميها كده مصانع مش معروفه، مصانع ضعيفه بتكتب ارقام عشان تجذب بها عملاء، ولكن الرقم مش عند كل المصانع رقم حقيقي 100%. لكن المصانع القويه والمصانع المؤثره في العالم اغلبها بتكتب رقم معادل او مطابق للمعايره الامريكيه اللي احنا قلنا عليها الاساسي اللي هي ال100. فبالتالي اختيار المصنع او اختيار التاجر للبراند اللي بيشتغل فيه من مصنع قوي دايما بيخلي الرقم قريب جدا جدا من الرقم الحقيقي. وايضا في مؤثرات كتيره جدا بتغير رقم معدل التآكل زي الظروف الجويه ودرجه الحراره، من اكتر الحاجات اللي بتسرع معدل التآكل. فبالتالي المعايره ساعات بتختلف بسبب تغير الحراره من مكان لمكان، حتى في المحافظات داخل مصر، في محافظات الصعيد درجه الحراره فيها اعلى، فبالتالي الرقم مش هيكون صادق معاك 100%. لازم نراعي معاها درجه الحراره، الحموله الزايده اللي بتبقى في العربيه، مؤثرات كتيره جدا بتاثر على معدل تآكل فرده الكاوتش. كمان تصميم النقشه بيأثر معاك على معدل التآكل. فبالتالي فردة الكاوتش لازم تختارها من مكان موثوق، عشان اللي بيبيع لك اطار لازم يكون مجرب، لان التجربه هي خير دليل. فردة الكاوتش عشان تكون صالحه وارد جدا براند قوي جدا في شركه محدده يفشل في بلد وينجح في بلد تانية، لان النقشه والتركيبه الكيميائيه والخلطه اللي بتنجح في بلد ممكن ما تنجحش في بلد تانية. ولذلك دايما وانت بتختار الكاوتش بتاعك تختاره من عند حد موثوق، سعر عادل، والجوده مهمه جدا، لان النقشه وامانك على الطريق مرتبط باختيارك الصحيح. مع عماد جاد، كل يوم سر من اسرار الكاوتش واسرار عربيتك معانا. السلام عليكم.